اهلا بيك. في اول القرن العشرين كان في راجل اسمه جون ريكفيلر، اغنى واحد في العالم، مالك شركه بتتحكم في كل نقطه نفط في امريكا. لكن محدش كان يتخيل ان اللي تهز عرشه مش حكومه ولا قاضي ولا رئيس جمهوريه، اللي وقفت قدامه كانت واحده ست اسمها ايدا تيربل، ودي كانت اول مره الصحافه تسقط امبراطوريه. تخيل معايا امريكا في اول القرن العشرين، بلد بتجري بسرعه، المصانع بتولع دخان في السماء، الفلوس بتتحرك اسرع من الناس، وكان في راجل واحد اسمه جون دي ريكفيلر ماسك كل حاجه ليها علاقه بالنفط. الراجل ده حرفيا كان بيمتلك اكتر من الحكومه نفسها. الناس كانت بتقول عليه ملك النفط، بس الحقيقه الراجل ده كان مش بيكسب بالمنافسه، لا، كان بيكسب بالخداع، بالاتفاقيات السريه، بشراء الناس اللي المفروض يراقبوه. وفي وسط الامبراطوريه دي كانت في بنت بسيطه اسمها ايدا تاربل. ابوها كان عنده مصنع صغير للنفط، كان دايما يقول روكفيلر اكل السوق واكل احلامنا كمان. ايدا شافت بعينها الظلم وهي صغيره، شافت ازاي شركات كبيره بتهرس الناس الصغيرين، بس بدل ما تفضل تشتكي قررت تمسك القلم وترد. بقت صحفيه في مجله اسمها ماكلورز ماجازين، مجله صغيره وقتها بس كانت جريئه. وفي سنه 1002 كتبت اول ليها في سلسله سميت بعد تاريخ شركه ستاندرد، ذا هيستوري اوف ستاندرد اويل. ويا سلام على البدايه، كانت تكتب وتنشر والدنيا تتقلب. واحده من المقالات كانت كاتبه فيه روكفيلر بنى امبراطوريته مش على الذكاء ولا الابتكار، لكنه بناها على الخداع، على سحق كل منافس حاول يرفع راسه. الجمله دي كانت زي النار. الناس بدات تسال هو الراجل ده فعلا قدوه ولا وحش متخفي في بدله شيك؟ بدات الصحافه كلها تتكلم والكونجرس يسمع والراي العام يغلي. كانت المقالات دي استمرت سنتين كاملين، وكل مقال كان اقوى من اللي قبله، وكل مره روكفيلر يحاول يسكتها، يضغط على المجله، يهدد بالمحاكم، لكن ايدا كانت بترد بمقال جديد وهدوء قاتل. سنه 1904 جمعت كل المقالات في كتاب واحد، الكتاب ده بقى بيست سيلر، والناس كلها قرأته كأنها رواية بوليسية حقيقية. لكن دي ما كانتش رواية، دي كانت شهادة ميلاد الصحافة الاستقصائية الحديثة. الكتاب ده كان السبب الرئيسي في تحريك الحكومة الأمريكية ضد شركة ستاندرد أويل. وفي سنة 1911 المحكمة العليا حكمت بتفكيك 34 شركة خرجت من بطن الوحش. ومن وقتها أمريكا بدأت عهد جديد ضد الاحتكار. تفتكروا بقى إيدا كسبت إيه؟ ولا مليم. ما أخدتش شهرة ضخمة ولا فلوس ولا مناصب، بس أخدت حاجة أهم، احترام العالم كله. لأنها أول مرة ست واحدة تمسك قلم وتخلي دولة بحالها تعيد حساباتها. الصحافة بعدها اتغيرت، بقت سلاح، بقت قوة ضمير، وبقت رمز للناس اللي بتسأل ليه بدل ما تسكت. كل صحفي بيكتب عن الفساد أو الظلم أو السلطة يمشي على طريق إيدا من غير ما يحس. كل واحدة بتكافح عشان صوتها يتسمع. هي امتداد لإيدا تاربل، أول ست كسرت الاحتكار، مش بس في البيزنس لكن في الحقيقة نفسها. وعشان كده يا صديقي، لما تقرأ مقال وتقول ده مجرد كلام، افتكر ان الكلام ده ممكن يهز امبراطورية، ممكن يغير دستور، ممكن ينقذ ملايين من الظلم. انا مش بقولك تكون زي ايدا تاربل، الكلمة لما تخرج من ضمير صاحي بتكسر حاجات اكبر من الحديد. انا عادل صبري، ودي كانت حكاية مقال عن الست اللي وقفت لوحدها قدام امبراطورية النفط.